من العوائق عن الطلب عدم الثمرة التي يشعر بها بعض الطلاب. يقول بعض الطلاب مثلا أنا بقيت كذا ما استفدت، ما تعلمت، ما وجدت علما على مشتي. واحدة واحدة يا شيخ الإسلام، واحدة واحدة يا ذهبي، واحدة يا ابن حجر. هذه عوامل تحبط الشخص أحيانا الطالب في نفسه. أنا إيش بقيت ما استفدت، خرج اشتغل لي أحسن لي. لا، هذا مرض. ما هو علاجه؟ ما هو علاجه؟ هناك علاج لهذا الأمر. كم لك في الدار؟ قال لي 5 سنوات. وأنت كم لك؟ قال 7. إيش؟ قال أنا ما استفدت، ما وجدت الفائدة. بارك الله فيك. هناك علاج. العلاج الأول كيف همتك في الطلب؟ كيف همتك أنت في الطلب؟ من جد وجد ومن زرع حصد. كيف همتك أنت في طلب العلم؟ هل أنت مهتم بالعلم أم أنه يأتي بعد الفجر تصلي وتروح ترقد؟ أم أنك ما تأتي الحلقات إلا بصياح؟ لا يا إخوة، يا إخوة، هذا أمر ننتبه له جميعا. أنت ربما تذهب يوم الخميس ترجع يوم الأحد. أنت إذا في عرس في البلاد تبقى 10 أيام، وإذا في موت تبقى كذا أيام. أنت سفير جوال مثل مجنون ثمار. هل ستجد ثمرة هذا؟ أبدا. يا إخوة الأوائل ليش أثمروا؟ ليش أثمروا؟ جدوا، اجتهدوا، بذلوا الوقت. من يقول الشخص أنا طيب ما هي الثمرة يا أخي؟ أنت كيف اجتهادك في العلم أنت يا إخوة؟ ما هي الثمرة منك؟ الإمام النووي رحمه الله قال، أو الإمام الشافعي رحمه الله قال كنت آخذ في اليوم 13 درسا. هذا العدد بكامله. كم الساعات من فجر إلى مغرب؟ كم؟ طيب كم الراحة لك؟ كم الوقت معك؟ سمعتم أن الإمام النووي يقول ما رقدت على ظهري لمدة 2 ما نام على ظهر. لا، على الكتب يأتيه النعاس ينعس. نحن الواحد يدور النوم دوار، ما في نوم، جسم طنن تحت البطانية هكذا. ارقد، يأتينا المسؤول في الغرفة ارقد يا فلان، قال ما فيش نوم. وين النوم؟ ما فيش نوم. عن نام يا مسؤول. غلط. هذا مرض الأول، أو هذا من الأسباب يا إخوة. ما في همة. السبب الثاني أنت لم تتدرج في العلم. عالج السبب الأول وعالج هذا السبب. ما تدرجت في العلم، ما بذلت، ما بيسعك في التدرج في العلم. تدرج في الطلب يا أخي. يا إخوة البعض منكم يعرف نحن طلاب علم ونخالط المجتمع كثيرا. كم نخالط ممن يدرسون في أماكن أخرى كما سمعت، وجزاهم الله خيرا كل من يعلم. لكني أقول لك والله كتب تدرس يستغرب من تدريسها. كم نلتقي بإخوة ونخبرهم عن الدروس التي تقام في مثل هذه الدار يستغربون. 1 والسنتان والثلاث بجدية تفعل فيك ما لا تفعل بعض الأماكن 10 سنوات، وتقول أنت ما استفدت. تسويف هذا من الشيطان. فعالج هذا الخطأ، وانظر كيف أنت في اجتهادك، كيف أنت في حضورك، كيف أنت في تعلمك، كيف أنت يا إخوة. البعض يحضر الدرس الكتاب في الشنطة، وصل إلى الدرس فتح الكتاب كمل الدرس غلق وروح، واليوم الثاني يأتي عندك إيش درسنا أمس؟ قال كذا كذا. دي الكلام شرق ويجاوب غرب. ليش؟ ما راجع الدرس. ما ستثمر لو تأتي تسأل الطالب إيش درست؟ قال كتاب كذا وكذا وكذا وكذا. هات تختبر في هذا الكتاب. أهمل، فرط، ضيع. ليش؟ وفي الأخير يقول أنا ما استفدت. أنت الذي ما استفدت بسبب نفسك. العلاج الثالث العلم مفاتيح. العلم، قال الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه: العلم في بدايته كقرط حديد، وبعدها كشرب حليب. شرب الحليب سهل، في فوائد، كالسيوم، أشياء كثيرة، لكن في البداية قرط حديد كسر الأسنان. هكذا العلم
أنت الآن وضعت في الطلب، أعطيت دروسا في اللغة مثلا، ابتدأ لك بالآجرومية ثم المتممة ثم القطر ثم ابن عقيل ثم الشذور ثم طيب تريد أنهم يوصلونك، أنت تريد تصل. طيب هذه كتب فتحت لك المجال. وهذا في العقيدة والتوحيد. وابتدأ للأصول الثلاثة كالشبهات، القول المفيد، اللمعة، العواسطية، التدمرية، الحموية، الطحاوية، كتب خلف كتاب. طيب تريد يوصلك إلى أن تريد تصل. طيب ليه؟ خلاص فتح لك الباب، أنت الذي تقرأ الآن، توسع، أنت الذي تأتي إلى الكتب والشروحات. فتح لك الباب وبذلت لك الجهود، وحضر المدرس الدرس، وبذلت الساعات، وذهبت الأيام والشهور من أجلك. مطلوب الآن ابحث، المطلوب الآن اقرأ.